مرحبا، أنا نور من قناة نور وليلي هوم. اليوم مثل ما وعدتكم الجزء الثاني من سلسلة أغراض البيبي. الجزء الأول راح أحطه بصندوق الوصف تحت الفيديو. أما اليوم فراح قيم جهازين. الجهاز الأول هو جهاز تعقيم الببرونات. هذا الجهاز ما شفت كتير عالم مقيمينه على اليوتيوب وخاصة من المحتوى العربي، لهيك قررت فيد الصبايا وأعمل له تقييم. أما الجهاز الثاني فهو محضرة الطعام من فيليبس أفنت. يا ترى مستاهل انه تشتروا محضرة الطعام من فيليبس أفنت؟ كتير بسمع هذا السؤال، انا رح جاوبكن عليه. بس اول شي رح ابدأ بتقييم هذا الجهاز. انا بحسه لهذا الجهاز من افضل الاجهزة اللي ممكن تساعد الام، وخاصة اللي بتختار انه ما ترضع طبيعي، انه تعطي البيبي ببرونة. في كتير ماركات لجهاز التعقيم، بس اللي حبيته بهذا الجهاز انه هو 3 بواحد. اول شي بيعقم، تاني شي بينشف، وثالث شي انه بيسخن الببرونة. كيف بيشتغل هذا الجهاز؟ بنضيف مي هون بهاي الفتحة الببرونات بهاي الطريقة، بساع 4 ببرونات إذا عرفنا نحطن صح. إذا شايفين في مساحة ل4 ببرونات، أما الباقي بنقدر نحط عليه هون اللحايات. هلأ بنسكرها وبعدين لازم نختار العيارات، في 40 دقيقة، 50 دقيقة، 60 دقيقة. بس ما تخافوا، بنقدر نفصلها قبل ما تخلص. السبب أنه بال40 دقيقة بتاخد 10 دقايق بس تعقيم، أما ال30 دقيقة الباقية هي بس تنشيف. أنا دائما كنت اختار 40 دقيقة لأنه بحس أنه 10 دقايق تعقيم وزيادة. بعد ما تخلص ال10 دقايق ويضل عنا 30 دقيقة، نحن بنصير بنسمع صوت شوي قوي من الجهاز، طبعا مو عالي بس ببين انه مثل صوت تنشيف. فلما بيبدأ هذا الصوت عنا، بنقدر اذا ما بدنا نخليه يكمل مرحلة التنشيف بشكل كامل، نطفي الجهاز ونفتح الغطاء، وبهاي الطريقة بينشفوا الببرونات من دون ما نستخدم النشافة تبع الجهاز. طبعا اذا حابين يعني هذا الشي بيرجع لكم. هلا رح شغلها قدامكم. اكيد كل ام تستخدم الببرونات بتعرف قديش مرهق موضوع تعقيم الببرونات، بس في ملاحظة حابة اني احكيها. قبل ما نعقمهم لازم نغسلهم بسائل جلي. هلا انا عم استخدم سائل جلي خاص للاطفال، او بالاحرى خاص لببرونات الاطفال. هاد هو السائل الجلي لحتى نتخلص من اي حليب عليهم، لانه هاد بيعقم بس ما بينظف، يعني هو ما جلاي. وطبعا هيك معلومة على الهامش انه الببرونات ممنوع ينحطوا بالجلاية لانه بينتزعوا. هلا رح احكي عن المهمة الثالثة اللي بيعملها هاد، وهو تسخين الببرونة. شوفوا هون بهاي الفتحة بنحط بقلبها مي، وبعدين بنحط بقلبها الببرونة اللي بتكون درجة حرارتها بدرجة حرارة الغرفة. هلا لحتى نعمل الببرونة دائما لازم تكون درجة حرارة المي 40، بس لما بياخدها الطفل لازم تكون 37. يعني نحن هلأ بنحطها على 40 وبنحط بقلب الحليب، بنخضها شوي وبنحطها نتفة صغيرة تحت الحنفية، وبتصير درجة حرارتها 37. وقتها بنقدر انه نعطيها للطفل. هلأ رح احكي عن كيفية تنظيف هذا الجهاز. شوفوا كيف مكلس. الشي اللي بننظفه فيه هو خل. بنحط شوية خل، انا هذا اللي عندي روح الخل، لهيك رح احط كمية كتير قليلة. هلأ ما رح أعملها على الكاميرا، بس رح أحكي كيف. بنحط كمية كتير قليلة خل وفوقها كمية مي، وبنشغلها تقريبا دقيقتين أو حتى ممكن أقل. بعدين بنمسحها بالمحرمة وبنرجع بنحط بقلبها مي وبنغسلها شوي صغيرة، وهيك بيروح كل علامات التكليس عنا. أنا سبق وقلت بالجزء الأول أني ماني عم أعمل إعلان لأي منتج، أنا عم أحكي من تجربتي الشخصية وعم قيم المنتجات لحتى ساعد الصبايا. بصراحة من كل قلبي بنصح أنه الأمهات اللي بيعطوا ببرونة يجيبوا هذا الجهاز، وخاصة هاي الماركة لأنه مثل ما قلت هي 3 بواحد. راح أحط اللينك تبع كل المنتجات اللي اشتريتهم بصندوق الوصف تحت الفيديو. أما الجهاز رقم 2 اللي حير أغلب الصبايا هو محضرة الطعام من فيليبس أفنت. أنا بعتبر هذا الجهاز من القطع اللي غالية نوعا ما، أو غالية بالنسبة للخدمات اللي بتقدمها. خلونا نشوف كيف بيشتغل وشو قصته. هذا الجهاز عبارة عن شي بيشبه الخلاط، بينحط بقلبه أكل وبيطبخ الأكل على البخار. طبعا
الطبخ على البخار هو صحي أكتر. شوفوا كيف هون بينحط مي، كمية المي بتتحدد على حسب انتي شو عم تطبخي، إذا خضار أو لحوم أو حتى مثلا فواكه. بأول أكل البيبي لازم حتى الفواكه يتم طبخها، التفاح مثلا والإجاص. بعدين بنحط بقلبه الأكل هون وبنسكره بهاي الطريقة وبنقلبه، وبنحدد العيار المناسب كمان لإلنا في أكتر شي 35 دقيقة. هلأ رح قلكن شو المبدأ تبعه. هاي بيتجمع فيها المي، البخار اللي بيطلع بيخلي يتجمع هون مي، فنحنا لما بدنا نطبخ بنحطها بهاي الطريقة لحتى يتجمع تحت مي، وبعدين لما بدنا نطحن بنقلبها ببساطة بهاي الطريقة وبتصير تطحن. يعني هاد الجهاز 2 بواحد، بيطبخ وبيطحن الأكل. وشوفوا هاي جاية مع قطعة زيادة لحتى نحط فيها أكل مثلا ونحطها بالثلاجة، وبعدين بنحطها على عيار فك التجميد، فالأكل بفك التجميد تبعه وبنقدر نقدمه للبيبي بس يبرد. رح احكي عن رأيي فيه وانتي بتختاري بتجيبيه او لا. بالنسبة لإلي حسيت انه هاي القطعة ابدا مو ضرورية. انا اول ما جبته بصراحة انبهرت فيه، وحتى عملت فيديو على قناة الطبخ وقلت فيه انه هذا كتير كويس وبيوفر وقت الام. بس مع الاستخدام وبعد كم يوم صرت اكتشف العيوب اللي فيه. العيب الأول أنه هو صعب التنظيف كتير، يعني رح يصير لونه أصفر مع الاستخدام. هلأ على دليل الاستخدام مكتوب أنه حتى لو صار لونه أصفر هذا الشي ما بيأثر، بس أحيانا كتير بيعلق أكل بالإيد تبعه وما بقدر أني نظفه. أو مثلا الغطا اللي فوق لما حطيته بالجلاية، مع أنه هو مكتوب أنه بينحط بالجلاية، صار يعلق بقلبه مي وكتير صعب أنه المي تطلع منه. أما السبب الثاني اللي خلاني أقول أنه ما بنصح أنه تجيبوه هو أنه الولد بيكبر كتير بسرعة وبصير بياكل من الأكل اللي نحن عم نطبخه. وحتى موضوع الطبخ على البخار اللي عم يروج له هذا المنتج وعم بيقولوا أنه هو صحي أكتر، هو أكيد صحي أكتر، بس نحن ببساطة فينا نطبخ على البخار بطنجرة عنا، مثلا طنجرة ونحط بقلبها شي مثل مصفاية وبهالطريقة ونغلي مي، وبهي الطريقة فينا نطبخ على البخار ببساطة، وبعدين نطحن للبيبي الأكل بأي طاحونة عنا بنستخدمها يعني. بس يفضل الطاحونة ما نكون نطحن فيها لحمة ودجاج نيين، أو نكون غاسلينها كتير منيح ومعقمينها. يعني ببساطة هذا المنتج أخذ إعلاميا أكبر من حجمه بكتير، أو خلينا نقول إعلانيا، لأنه كتير عملوا له دعايات. بتمنى تكونوا استفدتوا. خلص فيديو اليوم، بس لسه ما خلصت السلسلة، لسه في عنا جزء ثالث للسلسلة. بهذا الجزء الثالث رح نحكي فيه على الكرسي تبع البيبي، شو هي مواصفاتها. رح احكي فيه كمان عن كرسي السيارة وشو هي مواصفاتها ولأي عمر تجيبوها، وعن عرباية البيبي. فلحتى تشوفوا الأجزاء كلياتهم لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس، وتضلوا بخير. يلا باي باي.